السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بسيسة، طريقتها حلوة جدا وسهلة. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي كوبايتين من الدقيق البسيسة، دي الذرة الاصفر، وعندي كوبايتين كمان من الدقيق الابيض، وثلاث بيضات، وكوباية زيت، وعندي كوبايتين سكر، وكوبايتين عصير برتقال. اول حاجة هضربها دلوقتي في الخلاط الزيت مع السكر، هضربهم كويس جدا. هحط كوباية الزيت وهضربها مع السكر كويس جدا، وبعد كده هحط البيض. زي ما انتم شايفين كده، هحط كوباية الزيت، لازم يكون زيت ذرة نضيف، نوع نضيف، وهحط كوبايتين السكر. طبعا لما يختلط السكر بالزيت ويبقى عامل لونه ابيض كده كريمي، هحط البيض. بصوا ابتدى يبيض اهو. طبعا هنزل ايه بيضة بيضة، يعني مش هنزلهم كلهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت بيضتين، انا حطيت بيضتين بس، ما رضيتش احط التالتة. لقيت الصراحة البيضة بصفرين، فقلت بقى انا هحط بيضتين بس، بيضتين بتبقى حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده، هحط هنا، هبتدي احط الكوباية العصير برتقال. حطيت كوبايتين عصير برتقال. طبعا وهنحط بقى فانيليا. البيكنج باودر مش هحطه دلوقتي. زي ما انتم شايفين، هبتدي انزل الدقيق البسيسة، دول كوبايتين، وهحط كمان الكوبايتين الدقيق الابيض. لو انت عايزه البسيسه طبعا تبقى مرمله كده، هتقللي كميه الايه، كميه الدقيق. لو انت عايزاها كيكه البسيسه، هتزودي دقيق. انا حطيت هنا كيس بيكنج باودر. هبتدي انزل بقى الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، بس انا هحط فانيليا زي ما انتم شايفين كده. طبعا نسيت احطها وهو والخليط بيتضرب في الخلاط، فنزلت الفانيليا دلوقتي. هبتدي انزل الخليط كله في قلب الدقيق البسيسه والدقيق الابيض، واخلطهم كويس جدا. تقليب يعني، انا هقلب كده، بس انا عشان مسرعه الفيديو انت حاسين ان انا بضرب جامد. هنزل كل الكميه وهقلبها. زي ما انتم شايفين، بصوا عامل تقلها عامل ازاي، ولا تقيله قوي ولا خفيفه، يعني كده معقوله. مش عشان ما يبقاش فيه كلكعه ودي يبقى تحت. هجيب بقى صينيه واحط فيها زيت، وهنزل كل الخليط دوت في قلب الصينيه. ولازم يكون الفرن شغال، يعني لازم تولعي على الفرن الاول. طبعا بقى كيكة البسيسة دي بتبقى تحفة، بتتباع في الفرن بتاع الفينو، بس انا بصراحة بحب اعملها في البيت، بتبقى حلوة جدا. تتاخد بقى مع شاي بلبن، نسكافيه، زي ما انت حابة، والصبح كده بتبقى طعمها جميل. وبعمل معاها صوص برتقان كده، مربة البرتقان. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خرجت من الفرن، ابتديت بقى احط بقى ايه صوص البرتقان ده. كنت عاملاه مربة برتقان، كنت عاملاها، بتبقى حلوة جدا معاها، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. انا قطعتها، بس المفروض بقى تسيبيها تبرد خالص وبعد كده تقطعيها. انا استعجلت. بصوا خدت حتة كمان. لما بتبرد بتبقى حلوة جدا ان انتي تقطعها مكعبات صغيرة، مثلثات، زي ما انتي حابة. بصوا بقى، طعمها بجد تحفة. بتمنى تجربوها ان شاء الله، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.